أهلا بيكم. النهاردة معانا شوية مصادر مهمة قوي بتورينا إزاي نتعامل مع الذكاء الاصطناعي بذكاء أكتر ونطلع منه بنتائج يعني أحسن بكتير. امم المصادر دي بتركز على طريقتين أساسيتين، واحدة إننا نخليه يفكر خطوة بخطوة، والتانية إننا نديله أمثلة اللي هو يتعلم منها. بالظبط كده. خلينا نتعمق شوية ونشوف إزاي يعني الحركتين دول ممكن يفرقوا فعلا في جودة الإجابات. تمام. هي الفكرة مش بس ناخد إجابة وخلاص، لا، الفكرة إزاي نخلي ال AI ده يبقى زي شريك تفكير بجد، يساعد في تحليل مشاكل ممكن تكون معقدة، ويطلع بحلول يعني مبتكرة ومنظمة. حلو قوي. طب نبدأ بالطريقة الأولى دي اللي هي التفكير خطوة خطوة. المصدر الأول بيقول حاجة بصراحة لافتة جدا. مجرد ما نقول له فكر خطوة بخطوة، النتائج ممكن دقتها تزيد لغاية 40%. أيوة، ده رقم كبير فعلا. يعني بدل ما أسأله سؤال عام كده زي إيه أحسن استراتيجية تسويق، لا، ممكن أقول له فكر خطوة بخطوة، شوف السوق الأول وبعدين المنافسين، واقترح لي مثلا 3 استراتيجيات بأولوياتها. الفرق بيبقى واضح. بصي، اللي بيحصل هنا مهم نفهمه. الطريقة دي بتجبر الموديل بتاع اللغة اللي هو البرنامج، يعني إنه يتبع يعني مسار تفكير منظم شوية، يوضح هو بيفترض إيه، ماشي إزاي. يعني بيبقى فيه شفافية أكتر. بالظبط. وده بيقلل الأخطاء السطحية، وبيخلينا إحنا كمان نقدر نراجع تفكيره ونوجهه لو محتاجين. الأسلوب ده ممتاز في القرارات اللي محتاجة تحليل، مثلا قرار مالي، أو حتى مشكلة في الشغل زي مثلا إنتاجية فريق قلت ليه. صح صح. يعني كأننا بنعلمه الهاو مش بس الوات. طب سؤال بقى، هل ده ممكن يخليه أبطأ شوية أو يمكن يحد من حتة الإبداع؟ سؤال حلو. هو ممكن يبطئ الاستجابة سنة بسيطة، بس المكسب في الدقة والتنظيم يعني غالبا أهم، بالذات في المشاكل المعقدة. تمام. أما الإبداع، فالطريقة دي ممكن توجه الإبداع ده إنه يكون منظم أكتر، مبني على أساس سليم، فاهم قصدي؟ مش مجرد أفكار عشوائية. وممكن كمان نطلب منه تحليل أعمق، يقارن بين بدائل، يتوقع نتائج. فهمت. حلو قوي. طب ده يودينا بقى للطريقة التانية اللي المصادر برضو بتتكلم عنها، وهي قوة الأمثلة، الفيو شوت برومبتنج. أيوة. يعني لو التفكير خطوة بخطوة ده للتحليل، فالأمثلة دي شكلها كده هي السر في الحاجات اللي ليها علاقة بالأسلوب أو الشكل النهائي. المصدر التاني بيشرحها ببساطة، زي ما بنعلم طفل، وريه مثال وقول له اعمل زي ده. بالظبط. الأمثلة هنا بتشتغل كأنها يعني بوصلة دقيقة جدا لل AI. مش بس بتقوله إيه اللي عايزينه، لا، الأهم بتقوله إزاي. بتنقله التون، الستايل، التنسيق المطلوب. ده حقيقي. وده بيكون أوضح وأسرع بكتير من الشرح بالكلام. مم. عشان كده مهم قوي الأمثلة نفسها تكون كويسة ومتنوعة. يعني لو عايزة إيميل بأسلوب معين، توريله مثال أو اتنين ممتازين بنفس الأسلوب ده. الكاتب في المصدر حكى تجربة شخصية يعني لفتت نظري. طلب من ال AI يكتب إيميل مبيعات، فالنتيجة كانت يعني عادية قوي. متوقع. اختيار الأمثلة دي بعناية بقى. أكيد أكيد. لازم الأمثلة تكون جودتها عالية، ولو محتاجين مرونة يبقى الأمثلة متنوعة. يعني ممكن مثال رسمي ومثال ودود مثلا. ونقطة تانية مهمة، مش لازم أمثلة كتير قوي. مش بالكثرة يعني؟ يا خالص. ساعات مثال واحد أو 2 أو 3 بالكتير بيبقوا كافيين جدا. الغلطات اللي الناس بتقع فيها هي استخدام أمثلة أي كلام، أو أمثلة كتير زيادة عن اللزوم، أو كلها شبه بعضها. ده ممكن يلخبط الموديل أو يوجهه غلط. تمام. فالطريقة دي ممتازة للمهام الإبداعية زي كتابة محتوى، أو لو عايزين نوحد شكل تقارير، أو نثبت هوية صوت معينة لبراند مثلا. حلوة جدا. يبقى كده الصورة وضحت. معانا أداتين يعني نقدر نقول بيكملوا بعض: التفكير خطوة بخطوة عشان العمق والتحليل، والأمثلة عشان الأسلوب والشكل الدقيق. طب ده كله معناه إيه في الآخر؟ معناه إننا بنتحول يعني من مجرد مستخدمين بنسأل سؤال وناخد إجابة، لموجهين ومصممين لعملية التفكير نفسها بتاعت الذكاء الاصطناعي، وبنكتسب درجة تحكم أعلى بكتير في جودة وعمق وملائمة النتيجة النهائية. إحنا اللي بنحط القواعد يعني. جميل. يبقى خلاصة سريعة كده، لو المشكلة معقدة ومحتاجة تحليل، اطلب منه يفكر خطوة بخطوة. لو النتيجة محتاجة شكل أو أسلوب معين، وريه أمثلة ممتازة يتعلم منها. بالظبط كده. وهنا ممكن نسيب سؤال مفتوح كده للتفكير:
يا ترى لو فضلنا نستخدم الأساليب دي كتير في تعاملنا مع ال AI، هل ده ممكن بشكل غير مباشر يدربنا إحنا نفسنا على التفكير بشكل أوضح ومنظم أكتر؟ حتى في حياتنا العادية بعيد عن الشاشات وال AI، نقطة كده يعني ممكن نفكر فيها.